طيب مبدئيا كده اللي بيتفرج على الفيديو ده لو حسابه في البنك مش معدي المليون ونص يا ريت يقفل الفيديو لسبب واحد، لان انا النهارده هوريكم موتوسيكل او عربيه بمعنى اصح الموتور اللي فيها يعتبر اقوى موتور في 2022 اتحط على الموتوسيكل. فيلا بينا نشوف الانديان بيرسوت ال 1800 سي سي. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم على حلقه تقيله قوي ومغذيه قوي بالموتوسيكلات اللي لازم تاخد حقها في السوق. زي ما انتم عارفين ان احنا دايما بنروح الاماكن اللي فيها كده الحاجات الحلوه او اللي مستخبيه. الموتوسيكل اللي قدامنا ده من شركه انديان بيرسوت 1800 سي سي. الموتوسيكل ده فيه شويه تفاصيل كده جامده ولازم انت تعرفها لو انت راجل بتحب تركب او بتحب تعرف كل الجديد في السوق المصري اللي بينزل. النهارده هنكلمكم على موتوسيكل شبه ان انت راكب عربيه بس في نفس الوقت في موتوسيكل كله تعديلات. هنبدا من الاول من الشكل بتاعه. زي ما انتم شايفين كده تحس ان الوش بتاعه واخد قوي فكره ان انت راكب حاجه عريضه مش ان انت راكب حاجه صغيره، لا الوش بتاعه طبعا كبير جدا من الامام. هتيجي من الظهر طبعا هتلاقي ان هو هنا الوش ده مستخدمينه في حاجات كتير. مبدئيا هنا حاطين لك سماعات يمين وشمال وشاشه تاتش في النص والعداد بتاعته. الموتوسيكل اللي قدامنا ده بيطلع 122 هورس باور. يعني النهارده بنتكلم في موتوسيكل 1800 سي سي على 122 هورس باور، موتوسيكل طبعا قوي جدا. كلنا نعرف الموتوسيكلات الفي توين زي ما انتم شايفين كده ان دايما التورك بتاعها العزم بتاعها بيبقى اقوى بكتير من التسارع، ولكن هنا الموضوع مختلف لان هو عامل لك سي سي كويس وفي نفس الوقت الموتور ده واخد في 2022 المركز الاول والثاني والثالث والرابع في احسن موتور محطوط على موتوسيكل. هنيجي هنا ناخد بالنا ان هنا ماستر فرامل بريمبو، واحنا عارفين ان اي شركه بتحط السيستم بريك بتاعها بريمبو بنعرف ان هم الكواليتي كويسه جدا وعاليه جدا. فهنلاقي هنا ان عندنا اسطوانتين امامي يمين وشمال وماستر فرامل بريمبو امامي يمين وشمال. طبعا الكولنت بتاع الموتوسيكل ده واخد عليه سوبر كول. دي يعني ايه؟ يعني هو اضافه ان احنا مثلا عارفين ان تبريد الميه بيبقى العادي دوره الميه العاديه، لا ده كمان سوبر كول يعني اقوى كمان تبريد ميه. الموتوسيكل ده بقى فيه كل حاجه ممكن تتحط في موتوسيكل وتميزه، بدايه من الكروز كنترول ان انت راجل بتسافر لمشاوير طويله او بتطلع لطرق طويله فبتحط كروز كنترول بتثبت سرعتك. والحاجه برده اللي موجوده فيه ادابتيف سسبنشن من فكره ان هو يبقى فيه مانع للانزلاق. يعني هي الفكره بالبلدي كده ان مثلا الموتوسيكل ده لو انت ماشي على ارض وفي شويه رمله هو بيفهم ان في رمله، في شويه مطر بيفهم ان الارض مبلوله فبيبدا يعمل توازن مظبوط عشان يبقى السيفتي بتاعه كويس جدا. في برده ادابتيف LED عشان خاطر الطريق لو انت ماشي مثلا في طريق ضلمه هو يبدا يرمي لك النور لمسافات بعيده، لو الدنيا منوره يبدا يقلل النور بتاعه. وطبعا الحاجات اللي موجوده فيه الهاي واي باكج والكروزر باكج زي ما انتم شايفين كده. موتوسيكل طبعا يمين وشمال في شنط. طبعا هنا هتلاقي الكرسي عندك مريح جدا، في سخانات كهرباء شايفين ممكن تزوده هنا وتقلله منها، سخان كهرباء للي سايق وسخان كهرباء برده للي قاعد ورا. طبعا منظر الجاكمانات زي ما انتم شايفين كده هايبرد قوي، شايف الجاكمان عمرو من ورا تحس ان انت راكب عربيه مش راكب موتوسيكل. طبعا منظر الاشارات بتاعت الكروزر العاديه، وكمان هنا عندنا ستوب في الشنطه الخلفيه. تعالى كده عمرو تعالى، عايزك تدخل كده جوه بالتفاصيل دي وتوري الناس كده الدلع. الموتوسيكل ده طبعا فيه سخانات في الكراسي، في سخانات في المقابض هنا، يعني انت سايق الموتوسيكل حاسس بدفى عشان الطريق. هنا عندك سخانات في الكراسي، اللي قاعد ورا هيبقى قاعد مرتاح جدا. وهنا حاطين لك سماعات. طبعا عندك مساحه تخزين هايله جدا يمين وشمال وفي الظهر. الاريال عشان مهتمين الناس بالاريال. طبعا الموتوسيكل ده السعه التخزينيه بتاعه اللترات 22 لتر ونص، ودي مساحه كبيره جدا ان انت طبعا راكب 1800 سي سي. الموتوسيكل ده مسمينه في التايب بتاعه سبورت تورنج لان زي ما انتم شايفين كده متدلع بشويه تعديلات ومتدلع بشويه اكسسوارز محطوطه للموتوسيكل، في نفس الوقت ما يبقاش تورنج صرف، لا بيسموه سبورت تورنج. هتيجي بقى هنا عمرو تسالني ايه الزراير الكتيره دي وايه الزراير الكتيره دي وايه الزراير الكتيره دي، ايه كميه الزراير اللي احنا شايفينها دي؟ هنيجي هنا هنلاقي عندنا ان احنا هنا عندنا مثبت سرعه، وطبعا ده التدوير. طبعا هنا عندنا بقى تقدر تشغل الاغاني، توصل الموبايل بتاعك هنا، تحط الموبايل وتشغل الديستنيشن او تشغل جوجل مابس يظهر لك هنا على الشاشه. هنا عندنا طبعا العداد ده كده للار بي ام وهنا للسرعه. الموتوسيكل طبعا جديد فاحنا مش عارفين ان احنا ندوره عشان خاطر اليوزر او اول مالك ليه هو اللي يستحق ان هو يتفرج على الحته الحلوه دي ويجربها هو بنفسه. طبعا هنا هتلاقي عندنا بقى زرار برضه عشان تشغل منه الاغاني، اشاراتك، كلاكسك، النور العالي والواطي. وهنا تقدر شايف عمرو الزرار ده
خدت بالك انت من الجزء ده ولا لا؟ ما خدتش بالك انت من الجزء ده. بص كده ركز، تعالى بقى قدام، هتلاقي هنا ان في وش الموتوسيكل في فوج لايت. شايف المنظر؟ فوج لايت يمين وشمال، فانت راكب فعلا راكب عربيه مش راكب موتوسيكل. وزي ما انتم شايفين كده ده الساين بتاعهم، شايفين المنظر عامل ازاي. هنيجي بقى هنا نلاقي ان الموتوسيكل ده نازل منه 4 ديزاينات او 4 موديلات. هنيجي هنا نلاقي عندنا الدارك هورس والبيرسوت الليميتد والدارك هورس بريميوم باكج والبيرسوت ليميتد بريميوم باكج. زي الموتوسيكل اللي قدامنا ده احنا بنتكلم على اعلى حاجه موجوده في الموديل بتاع البيرسوت. طبعا انتوا عايزين تقيموا الموتوسيكل ده، شايفين ايه رايكم في الموتوسيكل؟ طبعا اللي هيشتري الموتوسيكل ده الفئه معينه اللي عايز تطلع رايدات، عايزه تبقى شاريه حاجه مميزه جدا وتقتنيها، مش موتوسيكل حد يفكر ان هو يشتريه للشغل او ان هو يشتريه عشان فكره ان هو يشتري حاجه كروزر. لا طبعا الموتوسيكل ده هيبقى سعره عالي. احنا قلنا بقى نسخن باقوى موتوسيكل موجود هنا. احنا بقى موجودين في الشوروم بتاعه موتور سبورت هاب في داندي مول. طبعا هسيب لكم كل الارقام بتاعتهم دي. كده كانت التحفه الفنيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده. لسه الموضوع مطول معانا، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان دايما نفضل مكملين مع بعض.